والان تفاجئنا بملف اخر اللي هو الملف ديال الرجاء البيضاوي اللي تا هما شكاو بهذا المسمى الياس المالكي، شكاو به حول مجموعه من الافعال من قبيل التحرش الجنسي، العنف اثناء المباريات، السب والقذف العلني. هذا ملف جديد اليوم، وهذا الملف تاخر 16/12 في انتظار ان المحكمه غتقرر في هذه الجلسه واش غتضموا للملف الاول. يعني هذا السيد سمعوا لي ايضا في السجن على ضوء شكايه جديده ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي عندهم معاه مشكل وعندهم معاه وتنسبات لي افعال واحد السك اتهام تا هو قوي. غنخبروكم لاحقا بالمضمون ديالو، ولكن فيه بعض الجرائم اللي سمعت لي هي التحرش الجنسي والسب والقذف ونشر ادعاءات كاذبه. يعني ولاو عنده جوج ملفات الان باش نوضحوا لكم على ان الافعال المنسوبه لهذا المتهم راه ماشي محدوده، راه هناك شكايات اخرى غادي تجي، والنيابه العامه صرحت انها كتبحث في شكايات اخرى وفي ضحايا اخرين. الدفاع ديالو التمس الصراح، النيابه العامه رفضات لكون ان هذا الشخص بعله انه خطير على النظام العام